ايوه، انا اختفيت الفتره اللي فاتت مش عشان ما عنديش كلام، بس عشان تايهه بين الصوره والرساله. كنت فاكره عشان اقدر اعمل محتوى لازم اصور مطبخ، ترتيب، تنظيف، اعمل اكله. بس مع الوقت حسيت اني بعدت عن السبب اللي ابتديت عشانه اصلا. يعني انا ما بداتش القناه دي عشان اوري حياتي، انا بداتها عشان اقول كلمه يمكن تريح يمكن تقرب واحدة من ربنا. الهدف الأساسي هو إن إزاي تكوني أم بتصنع أثر في حياتها، وعشان كده قررت أرجع، بس المرة دي مش الصورة، بالرسالة. عمرك حسيتي إنك بتتعبي نفسك عشان ترضي الناس وفي الآخر وكأنك ما عملتيش أي حاجة؟ بتحاولي تكوني مثالية في بيتك، في كلامك، في تصرفاتك، بس جواكي مش مرتاحة. يمكن عشان بتعملي ده مش لربنا، لكن عشان ترضي الناس، أصلا مش شايفين تعبك. لازم تعرفي ان ربنا ما طلبش منك الكمال، ولكن طلب منك الاخلاص في كل الاعمال. الظلم انك تظلمي نفسك وتقولي انا اكتر واحدة كنت بدي كل اللي حواليا، بس الحقيقة انت اللي كنت بتظلمي نفسك مش حد تاني. انت اللي كنت بتيجي على طاقتك وصحتك وعلى حاجات كتير جدا عشان تدي، وفي الاخر تقولي محدش كان بيديني اهتمام. انت لما كنت تتعبي كنت بتقومي بتحاولي تعملي رغم ان انت تعبانه. لازم اللي حواليك يحس ويعرف ان انت بيجيلك وقت وبتتعبي. انا مش هقدر اعمل عشان انا محتاجه فعلا ارتاح، انا محتاجه فعلا اقعد لوحدي، انا محتاجه ان انا اقرب من ربنا. لازم اللي حواليا يحسوا ان انا ببسط نفسي بنفسي. كل من حواليك يريد لك السعاده، بس انت الوحيده اللي مش سعيده. ليه؟ لانك انت بتيجي على نفسك وتيجي على طاقتك. انت اول واحده ما خدتيش بالك من نفسك. عشان كده صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ ان لبدنك عليك حق. يعني انا نفسي لو ما اهتمتش بيها، انا لو ما راعيتهاش محدش هراعيها، محدش هيجي يراعيني وهيطبطب عليا وانا اول واحده بأس عليها. لازم تبقي واعيه ان انت ام. عشان توصلي للنفس المطمئنه لازم تكوني صريحه وواضحه مع مشاعرك بدايه. انت مش ام عاديه، انت ام بتصنع اثر.